كان في بنوته عندها 13 سنه تقريبا. جت مره بتسالني تقول لي هو احنا اتخلقنا ليه؟ فانا قلت لها طب انت تعرفي ايه عن الموضوع؟ قالت لي كل اللي بيقولوا لي عشان نعمر الارض. طب هو ربنا سبحانه وتعالى مش كان يقدر يخلق الارض متعمره اصلا؟ ربنا قدير سبحانه وتعالى. طيب ليه خلقنا عشان نعمرها طالما كده كده هو يقدر يخلقها متعمره؟ سؤال منطقي عقلاني صح جدا. ساعتها كان في إجابة قالها دكتور وليد فيحي، كان جميلة جدا. قال لك لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن عمارة الأرض هو ما قالش استعمرها بكم، هو ما قالش انتوا بتعمروها، يعني هي بتتعمر بيكم، قال استعمركم فيها. فالحقيقة ان مين اللي بيتعمر؟ النتيجة النهائية انت اللي بتتعمر يا انسان. ربنا سبحانه وتعالى فعلا طب ما خلق ربنا سبحانه وتعالى كواكب كتيرة جدا تانية، هنوزع نفسنا نعمر في الكواكب؟ لا. لكن هي الحقيقة انه احنا اللي بنتعمر ورحلتنا. عشان كده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ايه الموضوع ده بيمثل لك ايه المعنى اللي خلقنا عشان؟ انا بشوف ان المعنى اللي خلقنا عشانه هو معرفة ربنا، فكرة ان كل فترة او كل وقت او كل مرحلة من حياتك بتكتشفي قدرة ربنا في تفاصيل حياتك عموما. وقدرة ربنا هنا مش بقصد بيها الحاجات الكبيرة فقط، ولكن اقصد من اسماء الله الحسنى بقى ازاي ربنا مثلا بيفتح علينا حاجة كانت صعبة جدا بمنتهى اليسر والفتح فعلا. يعني اسم الله الفتاح معناه اللي بيفتح المغاليق، حاجة متقفلة قوي قوي فتلاقيها اتفتحت قدام عينيكي مرة واحدة. فإن احنا نشوف يعني ربنا في كل حاجة بتحصل في حياتنا، هي دي أصلا أعتقد المعنى من وجودنا. مع بقى لما بنشوف ده ومداركنا بتتوسع بنقدر نعبده صح وبنعمر صح. فالفكرة كلها في المعرفة ومعرفة ربنا. على فكرة الناس بتشوفها برضو حاجة كده بتيجي من غير بذل مجهود. لا هي مش بالحظ خالص، هي عايزه فعلا بذل مجهود. عايزه انك تقري كتير عن ربنا، تسمعي كتير، تصاحبي صحبه صالحه تعينك على ده، القراءه، دروس العلم. وانتي ماشيه كمان في حياتك تعرفي ان مفيش حاجه اسمها حظ، مفيش حاجه اسمها طبيعه، مفيش حاجه اسمها صدفه. دايما بحب قوي اذكر نفسي ان قصه الانبياء من متعتها احنا عارفينها وحافظينها تقريبا، كل مره بنقراها بنطلع بمعنى شكل، معنى يقوينا على فقد، على ابتلاء صعب. وكل القصص بتكمل بعضها. يعني كل الانبياء ابتلوا بابتلاء صعب جدا وفعلا كانوا يعني عرفوا يخرجوا من الابتلاء ده برحمة ربنا طبعا يعني بسعيهم. بس احنا بنتعلم من خلالهم حاجة، معنى العبودية. انا بمشي في حياتي ومسلمة ليك يا رب، بس هعمل اللي عليا. انا عايزه اخد منك النقطه دي، معنى العبوديه. يعني انا بقول دايما ان احنا لما جينا نقلنا العلوم من الغرب، يعني احنا اصلا مدربين ماشي وكوتشز وكل حاجه، بس الصراحه ان احنا لما نقلنا العلوم من الغرب احنا نقلناها بكل اللي فيها. يعني حتى بالتوهه اللي عندهم. يعني بقى فكره المعنى في مدرسه كامله للعلاج بالمعنى. حلو قوي. اي معنى بقى؟ اي معنى؟ احنا نقلنا المدرسه بالاستراتيجيز بتاعتها بكل حاجه زي ما هي. فابتدينا نقول لكل بني ادم دور على المعنى في حياته. يدور على ايه؟ هو يدور على ايه؟ يعني انا بستغرب جدا واحنا ليه بندور على يا جماعه؟ ما الاسئله اللي اترد عليها خلاص، وتعالوا ندور على اسئله جديده. يعني احنا منين؟ احنا ولاد سيدنا ادم، كان في الجنه ونزل الارض واحنا من نسله سيدنا ادم وستنا حواء. طب ماشي، طب احنا جينا هنا بعد الحياه في ايه؟ في موت وفي قبر ان شاء الله، يا اما يبقى روضه من رياض الجنه، اما يبقى ربنا يعافينا يا رب حفره من حفر النار، ثم الحساب وجنه خلود او نار خلود. طيب احنا جينا هنا بنعمل ايه؟ وده السؤال بقى بتاع المعنى. احنا بقى هنا بنعمل ايه فعلا؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. هي دي الحقيقه. احنا جايين هنا ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا اينا احسن عمل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سواء يعبدون اللي هي العباده بكل صورها، اللي هو تعاملاتك عباده، كلامك عباده، شغلك كله عباده، كل الحاجات دي كلها عباده. فتحول الموضوع ان احنا تايهين في حاجه هي ما فيهاش توه على فكره. انت المعنى من حياتك موجود، هي التطبيقات مختلفه. انت هتبقى عبد وانت دكتور، وانت هتبقي عبده وانت ام، وانت زوجه، وانت بتشتغلي في المعمل او اي مكان، وانت هتبقى عبد لو مهندس، لو طبيب، لو مدرس، لو نجار. يا جماعه هي الحقيقه واحده.
ففعل تحقيق العبودية. عشان كده حتى يقول لك العلوم الإنسانية من ضمن الحاجات اللي قرأتها كمان، يقول لك العلوم الإنسانية بدأت في منحى تأديه الذات. احنا نسمع دايما تحقيق الذات تحقيق الذات تحقيق الذات، بس وصلنا في النهاية انت حضرتك مش بتحقق ذاتك انت بتأله ذاتك. انت شايف نفسك ذاتك قدرات لا محدودة، ودي حقيقة وربنا أودع فيك الكنوز دي كلها، بس في الأول وفي الآخر انت عبد. يعني كل الكنوز دي موجودة، تستثمرها في النقطة دي ان انت عبد. فكرة هي مش تحقيق الذات بقى، حاولها تحقيق العبودية عشان تشوف الموضوع بشكل صح. انت فين ما كنت انت عبد. يمكن حتى احنا لما بنيجي نشوف الأحلام بتاعتنا بقت مرتبطة بتحقيق الذات مش تحقيق العبودية. يعني بقيت انت مرتبطة بأشياء مادية أكتر، فلوس، شهرة، منصب، مكانة، الناس تتلم حواليكي، مش عارفة ايه، كل دي حاجات مادية لكن مختلفة تماما عن أهدافك لو بتحقق العبودية. لو أنا بشتغل شغلانه معينه ماشي، مش معنى كده احنا طبعا الشغل مش فيهوش مشكله، المشكله في ما وراء الحاجه اللي بنعملها مش الحاجه نفسها. فلو انا بشتغل وانا مؤمن ان انا عبد، هل هسرق في شغلي؟ هرتشي؟ لا. ليه؟ لان انا بشغلي بحقق العبوديه مش بحقق ذاتي. حقق ذاتي ممكن ادوس على الخلق علشان احقق ذاتي، لكن لما اجي احقق العبوديه انا فين ما بكون بحقق العبوديه من المكان اللي انا فيه. انا كنت والله عامل نظافه، انا حطيت الله سبحانه وتعالى ربنا بيحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن. لو كنت بقى فين دكتور طبيب وتبر نفس الحديث ماشي عليه. فهي الفكره كلها انه احنا شويه تهنا من غير توها واستصعبنا الموضوع قوي. يعني حتى والله ساعات امسك نفسي كده وانا بفكر ان هو ايه دي بالراحه، انت رايحه فين بالظبط. فبقول دايما فكره المعنى وتحقيق الاحلام بقى يروح معانا سكه مش معجزات، يعني تحس ان هي سوبرمان، عارفه اللي هو التاليف، معنى التاليف سوبرمان وسبايدر، اللي هو الحاجات الخارقه للعالم، حاجات ما تسمعيهاش حتى في كرامات الاولياء. طب ليه ده كله مش مطلوب. معنى نفسك ومكانك فيها كان بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا بلال صوته حلو جدا ودي واحده من اهم امكانياته يأذن. سيدنا خالد بن الوليد من اقوى امكانياته العسكريه يشتغل قائد للجيوش. سيدنا عمر ما بيخافش في الحق لومة لائم، والشيطان بيخاف منه ويقدر يفصل الحق وتبر مين قدامه. الفاروق. سيدنا ابو بكر الصديق. حاجات بتبقى واضحه في شخصيتك، مش معجزات بنحققها لا شيء، مش معجزات. فحسيت ان احنا بنصعب الدنيا قوي. بنصعب. يعني انا والله ساعات امسك نفسي كتير كده اللي هو بالراحه انت رايحه في حته ثانيه. ففعلا لما بقت كده بقى ارتباطنا بالدنيا اكتر من الاخره. فاكره احنا كنا لسه بنقول فكره انه الاخره احنا شويه ما اتغرستش جوانا قوي، فبالتالي لما بقينا حتى في احلامنا احنا بقينا نحلم بشقه معينه، بعربيه معينه، بمنصب معين، بفلوس معينه، احلام ماديه بحت بحت. لكن انت في الاخر هتتسال كنت عايش في فيلا ولا لا؟ ماله من اين انفقكم؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بس انا هتسال الفلوس اللي جبتها منين وصرفتها في ايه؟ خدي بالك برضو ربط الاخره عندنا من واحنا اطفال بحاجه وحشه. يعني لما نيجي مثلا نتكلم مش بس عذاب ان هو ايه بعد الشهر انت لسه عمرك طويل. يعني مثلا ايه وانا في الاخر هيحصل لي كذا، انت بتجيبي على الاخره ليه بعد الشهر؟ لسه عمرك طويل. أيوه. الربط ده ربط انه لسه بدري، واصلا مفيش اي حد في الدنيا يضمن انه لسه بدري، سواء طفل كبير صغير، مفيش حد اصلا يقدر يضمن ده. وفي حاجه كمان عايزه اضيفها، فكره العبوديه بتيجي من معنى الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه. بحب قوي معنى الاحسان ده، وانه انك تعبد الله كانك تراه. دي حاجه اصلا يعني بتخليكي تبتسمي وانت واخده بالك كانك تراه، هو قدامك، هو اصلا هو دايما قدامك. فده يخلينا نتعلم التقوى، يخلينا نتعلم انه لا ده الهدف اهو، انا شايفه الهدف، انا بعمل ايه. زي فكره تأليه الذات، لا هو انا اصلا كده كده مهما عملت عمري ما هجيب الدرجه النهائيه بتاعت ان انا ابقى حد بريمو باور عندي قويه جدا. لا مش هعمل ده، انا مش هيرو. انا مطلوب مني حاجه من خلال الكارير اللي انا اخترته. ضمن الحاجات اللي انا خلتني اختار مجال الكوتشنج بحب قوي ايه إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هو ده أصلا الدرس، وما توفيقي إلا بالله وما استطعت. أنا هعمل الإصلاح على مقدرتي، في الآخر النتيجة على الله وتوفيقي بالله. فالمعنيين، معنى الإحسان أو إن أنا أشوف العبودية بتيجي بالإحسان، وإن أنا أعرف إنه أي كارير دخلته أو أي حاجة بعملها في حياتي أصلا أساسها عشان الله. فاعتقد دي من الحاجات اللي هتخلينا اهدى شويه ومنجريش ورا الدنيا ومنبقاش ماشيين ورا شهواتنا ورغباتنا وعايزين نحقق اللي ما بيتحققش.
وبنقارن وبنشوف مين احسن ومين افضل. والشخص اللي ظاهر اللي هو باين عليه انه واو قوي ده بيبقى باذل مجهود، بس برضو انا شايفه جزء صغير جدا من حياته. انا معرفش هو عامل ايه عشان يوصل. فانا راس اكتر انا اصلا بعمل ايه عشان ايه. انا مثلا دخلت الكوتشنج علشان انا شايفه ان انا اقدر اساعد الناس بطريقه ما، بس اساعد الناس عشان ايه؟ الهدف ايه؟ يعني هي موجوده اصلا في الدنيا برضو عشان ايه؟ عشان حاجه لها علاقه بان انا اعبد ربنا واعمر واعرفه. فانا بساعد الناس عشان يشوفوا يعني حياتهم بشكل افضل، يشوفوا نفسهم بشكل افضل، اللي هو برضه هيرجعنا لفكره انه عشان ربنا وبربنا. فالمعنى دوت يعني بيفرق حتى جدا. النقطة اللي انت بتقوليها دي، فكرة ان انا بعمل الكلام ده كله ليه، بفتكر دايما موضوع ايه احنا دايما نتكلم فيه، فكرة انه انت عليك ايه الساعة، صح؟ احنا ارتباطنا بالدنيا او الاخره بيفرق معانا قوي في الحته دي. يعني سبحان الله انا يعني مسكت نفسي بيها اللي هو ايه فكره. طب انت دلوقتي بتبصي على النتيجه، هل يا ترى يعني احنا كلنا بنعيش الدنيا عشان الاخره، ده المفروض ان احنا بنحاول نغرسه جوانا. فانت بتعيش الدنيا عشان الاخره. طب الاخره ربنا قال لك مش هحاسبك فيها بالنتائج، هحاسبك فيها بايه؟ وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. انت واخد جزائك بالسعي، فانت هتاخدي جزائك بالسعي. الصحيفه مكتوب فيها انت سعيتي قد ايه، مش مهم النتائج، مش هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بينظر لها، لانها مرتبطه بحاجات كتير جدا، بحكمته وبتدبيره وبقدره وبسعيك شكله عامل ازاي، بس انت عملتي اللي تقدري عليه وتعرفيه. فحتى النقطه دي بيفرق فيها جدا انتمائنا للاخره ولا للدنيا. احنا من كتر ما احنا ارتبطنا شويه بالدنيا والحاجات الماديه احنا عايزين نتائج يعني عارفه اللي هو ايه يلا يعني واشوفها. يعني ما تقوليش بقى ده في صحيفتك وحسناتك ليه، عشان يمكن ده اللي تعبنا. ما ده اكيد تعب هو ده شكله كده تعب. بس بقول سبحان الله ساعات ربنا يمكن لما بيأخر نتائج السعي بيكون تدريب لينا على الاخلاص. اصل ايه الاخلاص؟ ان انت تعمل حاجه لله. لله يعني ايه؟ انت مش منتظر حاجه، انت مؤمن ان انت بتعمل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى، فهو في ميزانك عشان هو ربنا، مش عشان نجحت فيه او فشلت فيه. فبالتالي لما بتعمل الحاجه دي وتستنى النتيجه، انت عايز النتيجه، فكأنك شويه نسيت انك بتعمل اصلا ده ليه. عشان كده هيجي يوم القيامه انبياء معاهم راجل واثنين، وانبياء مش معاهم حد خالص. طب ده قلل من كونه نبي صلى الله عليه وسلم اجمعين؟ لا طبعا. هل ده قلل من مقامه؟ لا. هل ده كده هو شخص ما سعاش؟ ده ربنا اختار يكون نبي. اكيد هو عمل كل اللي بايديه علشان يسعى ويعمل، بس هي الفكره في القوم اللي بعد فيهم. فربنا سبحانه وتعالى خلاه في المقام ده وفي القيمه دي ونبي وكل حاجه، رغم انه جيت مش مع حد خالص. فالفكره دي كمان فكره فعلا ان احنا لما بنؤمن بالمعنى الحقيقي من حياتنا وبنربط المعنى باللي عشانه اتخلقنا اصلا، وان احنا لينا نهايه، هي الاخره ان شاء الله هنتحاسب فيها، ربنا يا رب يحسن خاتمتنا وحسابنا يا رب. فساعتها بتتغير رؤيتنا واهدافنا وطريقه سعينا. كل كلامنا ده مش معناه ما تطمحش، اطمح زي ما انت عايز بس ما تهلكش، ما تجريش قوي كده. الجمله سمعتها من حد يقول لك الناس بقت تجري عشان تحقق حاجات ما حدش فرضها عليك. طب انت مضغوط ليه؟ يعني مفيش حد فرضها عليك، مين اللي ضغطك؟ انت. عشان مفهومك عن الموضوع اختلف. كان في فيلم اجنبي بحب الفيلم ده قوي، انا ناسي اسمه دلوقتي، بس هو بيتكلم عن فكره ان احنا بقينا عبيد للاستهلاك. طول الوقت عايزين نشتري، طول الوقت عايزين نجيب، طول الوقت عايزين نثبت ان احنا معانا فلوس، ما احنا معانا اغلى حاجه احلى حاجه. بجد فيلم من اروع الافلام، بس حقيقي وصف المعنى ده، فكره انك وفعلا وصف انه عبد فعلا. في الحته هنا انه دي برضو بتخلينا ننسى فكره العبوديه والاخره. وفي نفس الوقت حتى لو احنا مش بس الاستهلاك والشراء، حتى في شغلنا في الحاجات الصح اللي احنا بنعملها، عدم تحقيق التوازن فيها، ان انا مثلا افضل اجري قوي وبعمل المستحيل عشان اخلي عيالي احسن حاجه في الدنيا. بالراحه، ما انت برضه ممكن ابقى ناسي عيالي اصلا، تربيتهم ورعايتهم. او ممكن انا بجري في جانب اصلا بعيد خالص عن دينهم اساسا. فكره ان الناس عايزه تخلي بتشوف مثلا حد مشهور وعايزه تخلي عيالها زيه بالظبط، هي مش فكره صح. انت ممكن تاخدي منه حاجه معينه مثلا شاطر فيها وبحسب ظروفك ومعيشتك وبطريقتك تعمليها. لكن يعني الناس المشهوره بيبقى ليهم ظروف تانية قدروا يحققوها من خلال حياتهم والبيئه المحيطه بيهم. فاحنا مش لازم نعمل كل حاجه تيبيكال زي الناس، بس نحقق معنى او نحقق هدف معين. صح. حتى في احلام ولادنا كمان يعني. برضه بنبص لهم للدنيا مش للاخره. يعني كان من اجمل الجمل اللي سمعتها، خلي بالك انت لما تيجي تخلفي انت بتربي واحد للخلود في الجنه، مش هتربيه ازاي؟ الجمله دي خضتني، عارفه اللي هو
للخلود. صحيح، ده هو يعني اللي انا هخلفه ده وهربيه، يعني يا اما خلود في الجنه يا اما خلود في النار، ده مصيرنا كلنا. فسبحان الله ان انت مسؤوله عن تربيه نفس تخلد في الجنه. موضوع كبير، جمله عميقه جدا وجميله. فعلا المعنى الحقيقي من حياتنا هو تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى. اي ما كنت اغلى بني ادم، كنت زي ما انت قلتي ممكن تبقى اكتر بني ادم في الدنيا مشهور، حلو قوي، هتروح عند ربنا قيمتك ايه؟ يعني الدنيا خلاص كام سنه هتاخد اللي انت عايز فيها وتروح، هتروح عند ربنا بقى سبحانه وتعالى مقامك ايه؟ يا اما عملت كل الشهره دي وعلمت الناس حاجات خير تكون في ميزان حسناتك، يا اما عملت كل الشهره دي وعلمت الناس شر هيكون في ميزان سيئاتك. فهي فكره فعلا، مش فكره بس انت بتوصل لايه، انت بتوصل له ازاي، بتوصل له ليه. هو ده اللي بيفرق المعنى تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى.